السلام عليكم. هنجيب سمك تونة، يفضل تكون وزن الواحدة نص كيلو. هنقطعها شرايح متوسطة وننضفها من جوه كويس، وبعدين هنحضر طبق غويط يكون فيه مية وعليه 4 معالق كبيرة من السكر و4 من الملح و2 ليمونة معصورين، وهننقعهم نص ساعة في المية ديت. وبعدين بنصفيها كويس قوي. هنغلي مية ونحط فيها بصلة وجزرة متقطعين و3 ورق لورا و5 فصوص حبهان و3 فصوص توم شرايح، فص واحد بس من المستكة، ومعلقة صغيرة فلفل اسود وكزبرة وكمون. ونحط السمك ونسيبه على نار عالية لمدة نص ساعة. نصفيه ونرمي المية بتاعته خلاص مش عايزينها، ونحط مية تانية وعليها نفس التوابل اللي احنا حطيناها المية اللي فاتت، بس المرة دي هنحط ملح وما نحطش مستكة تاني خلاص. هنحط السمك تاني في المية بعد ما غلت ونسيبها نص ساعة كمان على نار متوسطة. هنصفيه ونسيب المية بتاعته على جنب تبرد علشان هنستخدمها. ناخد من المية شوية ونرجعها في الحلة، ونحط السمك في مصفى تتحمل الحرارة فوق الحلة، ولازم المية اللي تحت المصفى متكونش لمساها، ونسيبها من غير غطا خالص كده على نار هادية لمدة نص ساعة كمان على البخار، علشان نبخر اي مية زيادة فيها. والخطوة دي مهمة جدا علشان السمك ما يبصش. كده خلاص استوت. قبل بقى ما تبرد وهي لسه دافية نشيل الشوك بتاعها والقشر بالمعلقة كده بالراحة، هيطلع بمنتهى السهولة. نحطهم في برطمانات نظيفة ومتعقمة وناشفة خالص ما فيهاش ولا نقطة مية، ونعمل محلول الحفظ كمية متساوية من المية اللي بردت وعليها نفس المقدار من الزيت، وعليهم بابريكا او شطة. بس كانت خلصت من عندي فحطيت بدل نقطة طعام لون احمر علشان اللون بس. نفضي المحلول في البرطمانات ويبقى مغطي كل التونة، ونحطها في التلاجة وناكل منها بعد اسبوعين. كل يومين نمسك البرطمان نرج رجة بسيطة وهو مقفول ونرجعه التلاجة تاني. لما تجربوها هتحسوا اول مرة في حياتكم انكم بتاكلوا تونة حقيقية مش بواقي تونة. جربوها وادعوا لبابا وماما ربنا يخليهم لي، علشان بابا اللي بيشتريها لي وماما اللي علمتها لي. وباي باي.